انا عارف ضرر المحسنات ايه فما استعملتهاش. كنت لسه هسأل حضرتك السؤال ده. ما يجراش، ما بستعملش محسن، لانك انت لما بتستعمل محسن بتضيع طعم العيش. ايوه بتضيع طعم، ما بتضيعش حاجه، بتضيع كمان فائدته، لان اصلا المفترض ان هو ياخد عيش لا مؤاخذه، ياخد فتره مضغ عشان يحول النشا لسكر في مرحله اولى وبعدين يبتدي يستفيد منه. لكن للاسف هتلاقي ان كل الجيل اللي طالع، يعني حتى مراكز التعليم مفروض انك انت عندك معاهد النهارده بتعلم، ما علمتهمش صنعه، ما علمتهمش صنعه، الصنعه البسيطه، يعني صنعه الحياه اليوميه. يعني ما فيش حد النهارده لا في تدبير منزلي ولا في صناعه مخبوزات ولا في صناعه، كان عنده الكلام ده كله فقط لم اقصد الاساس الاولاني في اي شيء. عشان كل حاجه راحت طعمها، حتى السلالات الاصليه في مصر ضاعت. ان كان في فاكهه ولا في قطن ولا في خضار ولا في منتج ولا في عيش، ضاع لانه ما حافظش. يعني الراجل الفلاح كان زمان بيطحن ويخبز، النهارده بياكل من السوق. وبياكل من السوق ايه؟ ياخد عيش لا مؤاخذه بيرميه على الرصيف لانه عجين عشان يبرد. كل دي افكار ما راحت مع حد، ما حدش في دماغه حاجه. هنوصل لفين في النهايه؟ ان احنا كل ده بينحسر. يعني انا النهارده بحارب حرب خرافيه داخل العيله عشان يستبقوا المكان ما يتخلصوش منه، لانها متاعب. لازم حضرتك تنزل الساعه 8 الصبح تفتح وتفضل قاعد لغايه الساعه 12 بالليل. طبعا ده استنفاذ، استهلاك بشري، محدش. فكونك تسيب حد يقعد، مش هم، مش هيبقى مش شغلته، مش شغل. بدل مش فاهمها مش هيحبها. ايوه بدل مش فاهمها مش هيحبها. عشق المهنه زي ما احنا قلنا في الاول، يعني انه لازم يعيش للمهنه، فمفيش. فتلاقي كله لما اخذ النهارده برضون يعني بيملى معده من كل حاجه. عمليه امتلاء فقط. اي حاجه شبه وخلصي. والنتيجه ما وصلناش لحاجه. ما وصلناش لحاجه، وصلنا للنهار اللي احنا فيه. لانها زي اي حاجه، يعني حضرتك يعني القمح ده من اوله بيبتدي فين وينتهي فين؟ طبعا دنيا كبيره خالص، دنيا كبيره خالص، لانها اساسيه في الحياه، رغيف عيش. لغة العالم وصنعة العالم يتساوى فيه الفقير مع الغني مع الحقير مع الشحات، كله العيش ده بتاع كل الناس. بمستويات مختلفة، لكن هي في عملية أساسية في الإشباع. نسبة الهالك من المنتج المصري أساسا كان في القمح ولا في العيش في النهاية نسبة خرافية جدا عشان سوء إنتاج العيش. طيب نرجع بقى دلوقتي، هل مثلا في نوع متخصص فيه في المخبوزات ما بتقدمه محدش تاني بيقدمه؟ لا، هو مش حكاية انك انت تبقى متخصص، هو كل الفرق انك انت الاشكال تتساوى لكن التركيبة نفسها تختلف. انك انت لما تعمل شيء بإيمان والمسؤولية بتخليك تبقى عارف انك انت مثلا، يعني النهاردة انا بنتج اصناف لمرضى السكر، لازم ابقى عارف ان الكلام ده معناه ان انا ابقى مسؤول يعني قدام ربنا ان انا ما اغشش لحد حاجه عشان احط له، مش مجرد احط له نسبه رده ونسبه دقيق ويبقى اسمر وكلام من ده. لا، لازم انا ابعد عن اي حاجه ممكن تساعد بالنسبه له. اي حد عنده ازمه في حساسيه قمح انا بعمل له العيش اللي هو عايزه. يعني اللي عنده حساسيه قمح بعمل له عيش من الذره، الناس عندها حساسيه من الذره بتعمل له كذا. يعني المهم انك انت تبقى مؤمن بانك انت بتؤدي عمل، يعني يعتبر العمل عباده. صح. في تطبيق الفكر او القاعده ان العمل عباده، تبقى عارف يعني ايه العباده، والا تبقى لا مؤاخذه بس مجرد شكل. فانا بعمل، اعتقد يعني او اتصور ان انا العيش السن اللي انا بعمله لمرضى السكر، اعتقد يعني من غير غرور ان مفيش حد تاني يعمله. لان انا بعمل لنفسي اولا، واللي مرضاش انا اكله مش هبيعه. صح. مهما احتجت له. فلازم ابقى عارف ان انا دي امانه هبقى اسال عنها، وعشان كده ببقى حريص عليها. ولا بستعمل محسنات ولا بستعمل المواد السكريه اللي هو الاسكوربيك. يعني لو حبيت اعمل فانا بعمل من عسل نحل، وعسل نحل كمان مش عسل نحل زهور او فاكهه، عسل نحل سمسم، عشان ما يبقاش فيه، يبقى فيه نسبه كالسيوم مرتفعه، ما يبقاش فيه نسبه سكر كتير. وعسل النحل طبعا نسبه التحليه بتبقى قليله لكن تدي عائد. كمان تركيبه السن نفسها يعني بحتفظ بيها لنفسي. بس اقول لحضرتك ان انا بعمل العيش في نسبه بروتين محدش يفكر يعمل، محدش يفكر، حتى لو عرف مش هيهون عليه. لكنها هوايه. اخطر حاجه انك تمارس عملك بهوايه
اكتر ما يبقى احتراف. تتفوق فيه بسهوله بقى. هوايه انك يعني بتطرب نفسك اولا. فانت بتسعد نفسك قبل ما بتسعد بالشيء. ايوه بتستمتع. صح. الراجل اللي بيرسم الصوره بيرسمها ما بيبيعهاش، بيرسم اللوحه لنفسه. فانا بعملها لنفسي مش لحد. طيب وايه اكتر وقت مثلا في السنه بتكون المبيعات فيه مرتفعه بقى؟ اللي هل معروف ان ايام الاعياد والمناسبات بالنسبه لنا طبعا بيبقى امتياز معين بالنسبه للحاجات اللي هي الجاتوات او البسكويت. ايام المدارس اعتقد برضو ان الرغيف سندوتش اصبح النهارده ضروره بالنسبه للطفل والكلام من ده، ولو انه هو تفكير الرسمي العام بالنسبه لتغذيه الطفل طبعا تفكير متخلف او متاخر جدا، وطبعا بياخدوا الامور من غير دراسه وبيكلفوا كتير. يعني مرة جابوا فول صويا عشان يعملوا منه دقيق، يعملوا منه عيش، فطبعا احتاسوا فيه اتعمل ازاي. فقلت ابدا هو فول الصويا ما فيش تعامل معاه الا بالنشادر، خميره النشادر تحضر فول الصويا يطلع لك حاجه تعملها بسكويت، لكن تعمله عيش ما ينفعش عيش. فدي الفكره، انه قلت لحضرتك اسوأ حاجه ان انسان بيتعامل في شغلته مش شغلته، بس هو صاحب وظيفه فبيستكشف. طيب يا ترى في حد من المشاهير زار حضرتك في خلال الزمن ده؟ هو المهم بالنسبة لنا ان مين بيحب المهنة عشان مش بيدور عشان يملى معدته. فالإنسانة اللي هي فعلا يعني أولا هي متخصصة تماما في القمح، فعشان كده بتبقى فاهمة كويس قوي يعني ايه قمح. الدكتورة سكينة فؤاد يعني من الناس لما بتيجي بورسعيد ده بتيجي سان جورج، وكان من الناس اللي ساعدوا تماما يعني بإيجابية فنية وعلمية الدكتور أحمد خرشد. الدكتور أحمد خرشد كان مركز قومي للبحوث، فكانوا بيعتبروا ان انا ما كانش لازم اخش حقوق، كان لازم اخش مثلا علوم عشان ادرس كيمياء. لان هي مساله الخبازه ما دام فيها عناصر تخمير يبقى فيها كيمياء. بيتحول الدقيق من دقيق لعجين، والعجين بتتحول منه بالنسبه الى سكر بتتحول في اثناء الخبيز، فيبقى عمليه كيميائيه صرف. كان الدكتور احمد خرشد ربنا يديله الصحه، الدكتور محمد سلام كان استاذ كليه علوم كان في كليه القاهره. فيعني الحمد لله احنا يعني ولو ان كان زمان المهنه دي كان يقولوا ان الفران واحده من اثنين، يوم في السجن ويوم لا مؤاخذه في التخشيبه، لانه كان لأنه مثلا يعني هو السلطه دايما عدوه الفكر انها بلا فهم، فاي حاجه بيطلعها بقرار يبقى من غير دراسه. يعني انا اذكر ان هم طلعوا قرار سنه قبل العدوان، كنا في 67 كان راجل وكيل وزاره طلع قرار في انه يعمل 4 رغيف صغيرين كده بقرش ومش عارف ايه. فانا اختلفت معاهم في القرار، وكان الدكتور الله يرحمه يحسن لي حسن توفيق صديق برضه، يعني الرصيف ده لم ناس حلوه قوي او جمع ناس حلوه قوي. الدكتور عبد العزيز حجازي والدكتور حلمي النمر الله يرحمه والدكتور سلام عبد الله سلام والدكتور عاطف عبيد، دي شخصيات احنا عرفناها واحنا هنا في المخبز. سمير كان في كليه تجاره وانا كنت مخلص، وكانت المجموعه دي كلها بتيجي بورسعيد. ده كان في علاقات، لانها مساله مش انت بتشتغل ايه، انت مين. صح. فانا عرفت كل الناس دي بمحبه. فلما عملوا القرار ده انا قلت القرار ده مش يعني تعمل رغيف كبير 140 جرام وتعمل 4 صغيرين يعملوا 160 جرام، يعني المفروض دول لما تصغرهم يقل الوزن مش يزيد. فاختلفت معهم لان مهنتي كمحامي فرضت عليا ان انا يعني امارس فكري هنا. فكنت عايش بفكر القانون في المخبز، وعايش في المهنه بفكر بمهنه القانون. انا لازم اعتبر ان اللي هيجينا النهارده كموكل لازم احرص عليه عشان خاطر يستمر، مش عشان ياخد مني لما اخذ منه اتعب ويمشي. حضرتك عندك خبره في مجالين يعني. الحمد لله يعني انا دفعت 64 قلت لحضرتك يعني النهارده 53 سنه كان المفروض اطلع المعاش، لكن نزلت بشتغل. يعني بدل ما اقدر اشتغل فلازلت بشتغل. تمام. طيب وهل حضرتك مثلا بتلاقي صعوبه في ايجاد العماله المدربه؟ العماله في عموما في مصر زي اي مجتمع ما اصبحش يهمه انه يبقى صاحب مهنه، اصبح يهمه صاحب دخل. لدرجه مثلا ان احنا النهارده هو صحته كويسه وماشي على رجليه وراكب عجله وبيتسول. كان زمان الناس تستحي انها تمد ايدها، النهارده اللي بيشحت ده شاطر فبيفوت في الشارع ياخد منك جنيه كده انت ماشي كده، خلاص بقت عمليه، فما عادش حد حب يشتغل. لذلك هو الضغط الاقتصادي الحالي
قد يفرض على الإنسان المصري مرة أخرى أن يبدأ عن عمل عشان خاطر يعيش منه، لأن هيبطل بقى حكاية مؤاخذة التسول دي. لكن للأسف لسه باقي من التسول إيه؟ بطاقات التموين بكل التحايل اللي فيها وكل خط الانتهازية اللي فيه في السرقة، بتكلف الدولة كتير، وكله طبعا مفهوم انك بتحاول تعالج المشكلة بشكل سريع مش بشكل موضوعي. فبتحاول انك انت يعني تسترضي او تغطي، لكن مش هو ده الحل. الحل انك لازم علمه فين؟ المهن اللي هم بيسلموها مدارس الصناعة ما بتخرجش حد، المعاهد ما بتخرجش حد، والخرج هو اصلا مش في دماغه، لان اللي بيدرسه نفسه مش في دماغه. يعني انا جأت المعاهد هنا عشان اقول له اديني الدفعه اللي عندك وانا اكمل تطبيقه العمل. للاسف ما نجحتش، يمكن في واحد او اثنين، والباقيين برضه ما فيش، لانه ما فيش ايمان بعمل. الايمان بالعمل ده كان زمان العائلات تسمى بمهنتها، مهنه بالنسبه له كان شرف. طحان وجزار كله، والنساجين كله والسقة. ايوه ما كانش بيستعير، ما بيستعيرش من مهنته، بالعكس ده ابن السقة. ايوه لكن كان برضه يعني، فدي كانت نماذج خرافية في مصر. هو قضى الكلام ده لأنه لما ابتدى يعني ينهي الألقاب فأخد دول بالسك، مع إن دول بقى يعني مهن. كل دي كانت مهن. ما عادش النهارده الاحتراف المهني او التوارث المهني غير موجود، لان انت ما حاولتش انك انت تحافظ على كيان مهني. يعني لو انا اقول لحضرتك على الحرب اللي احنا عايشناها من يوم ما وعيت على الدنيا مثلا 46، لان هم وزارتين في مصر انشاهم النظام المصري، وزاره التموين ووزاره الاوقاف. فلما بينشئوا وزاره جديده فبياخدوا من الوزارات اللي فات عندهم، فخدوا النماذج اللي ما تنفعش. طب وحضرتك فكرت في الدعاية على الانترنت او كده، موقع بقى ما بفكرش. هو تدعو للشيء احسن دعاية للشيء المنتج بالنسبه لك، يكلم نفسه. خصوصا بورسعيد كانت اساسا لما بعد الانفتاح كانت فعلا كان فيها مجال الناس كتير تيجي، فكانت الناس بتاخد فكره، فكان ده في حد ذاته كان بالنسبه لنا فعلا ده بدايه الانطلاق الى خارج بورسعيد، ان الناس من بره بورسعيد تعرف يعني ايه في ناس لسه عندها مهنه بتحرص عليها وبتحبها وبتأديها يعني بحب مش بغايه. فرق بين الحب وبين الغايه. فغايتك منها حب، انك انت عايز تحافظ على الشيء، ورثته كده فخايف عليه، خايف عليه، لانك الاسم كل ما كان يعني الاسم ضخم كل ما كانت المسؤوليه اكبر. لو انا نكره مش مساله، لكن الكل عارف ده بقى فلان له تاريخ، صح. فده بيبقى يعني اكتر حاجه عندك حاجه ثمينه فبتخاف عليها، لازم تفرق خزنه وتفضل تحط عليها حرس وتجيب لها جماعه يخلصوا. انا في اخر اللقاء ده بشكرك على المعلومات القيمه دي، ويعني انا اللي بشكرك، كتر خيرك. يعني يا ريت بس الناس تبقى مؤمنه بان الانسان يكون له رساله هيسيبها اللي بعد منه، مسؤوليته هتسيب ايه للي وراك. فانا هسيب ايه؟ هسيب الشيء اللي هو ما يعايرهوش بيه، وفي نفس الوقت يقدر يعيش ويقول انا ابن فلان. محدش يعني يحتكر العلم، يسلم للجيل اللي بعده. طبعا يقول انا ابن فلان. انت مين؟ انت مين؟ انت فين؟ من بيت مين في نيويورك؟ لكن انا اقول انا مسؤولين مخبز قد كده وبورصه قد كده، انما الحمد لله يعني يقدر يقول ان انا لو مشي في اي حته هيلاقي الناس تعرفه، فمش هيتعاير بيه، صح. هيبقى بالنسبه له احسن من اي رصيد جواه. لكن للاسف معلش لازم نقابل الكلام ده، ان كل شيء لازم له ثمن، فده ثمن، ده ثمن الحمد لله. صح. بشكرك على اللقاء الجميل ده.